السلام عليكم. وقف لحظة، حبس أي فكرة كتجري في بالك دابا. واش عمرك تسألتي علاش الناس كيتهرسوا مع أول صدمة وشي ناس أخرين يطيحوا ولكن دغيا كينوضوا؟ الفرق ماشي في القوة الجسدية ولا في الحظ، الفرق في العقل وفي الطريقة اللي كتعامل بها مع الألم. المعركة الحقيقية ما كتوقعش مع الناس ولا مع الظروف، كتوقع في الداخل ديالك. كل نهار العقل ديالك كيسولك واحد السؤال: واش غادي نستسلم ولا نكمل؟ الصلابة العقلية هي أنك تختار التكملة حتى منين يكون الطريق طويل. الصلابة العقلية ماشي أنك ما تحسش بالوجع ولا أنك تكون بارد المشاعر، هي أنك تحس ولكن ما تخليش الإحساس يدمرك. الصلابة العقلية أنك تعترف بالتعب ولكن ما تخليش التعب يوقفك، وكتزيد تبني راسك مع الوقت ومع التجارب ومع الصبر الطويل. الصعوبات ماشي عقوبة وماشي دليل أنك في طريق خاطئ، الصعوبات جزء من الطريق، هي حاجة قوية في هذه الحياة. من النار بحال الحديد بحال الزاج، حتى الإنسان كذلك. بزاف ديال الناس كتنهزم قبل تبدا غير بسبب فكرة بحال ما نقدرش، ما نستاهلش، ولا الوقت فات عليا. هاد الأفكار كتقبلها وكتولي لابنة في الشخصية ديالك. وسط هاد الصراع الداخلي كاين واحد رباني كيهدأ القلب: إن مع العسر يسرا. يعني حتى وانت كتألم لكن فرج كيتحضر ليك، لكن خاصك غير تصبر وما تطلقش مع الوقت. الصبر ماشي انتظار سلبي، الصبر قرار يومي انك تصبر وتخدم، ولا تصبر وتتعلم، او تصبر وتكمل. كل نهار كدير في هذا الاختبار العقل ديالك كيتدرب على الصلابة. وباش تبني صلابة العقلية الحقيقية، راقب حديثك مع نفسك، نقص من الشكوى، زيد في الفعل ولا قليل، تقبل التعب كجزء من الطريق ديالك، وما تربطش الفشل ديالك بالنتائج فقط. القيمة ديالك أكبر من أي فشل وأكبر من أي خسارة. إلا وصلتي حتى هنا راه فيك الصلابة حتى إلا ما كنتيش واعي بها. ودابا السؤال الحقيقي: واش غادي تبقى في مكانك ولا غادي تختار تقوي عقلك نهار ورا نهار؟ تذكر ديما إن مع العسر يسر. وهذا الفيديو غير لحظة التفكير، ولكن يمكن تكون بداية تغيير كبيرة.